وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المرشد هو واحد من هؤلاء العباقرة الذين ابتعثه القدر ليكونوا منار هدى يستضاء بهم كلما اشتد الظلام. ليس بفضل عالم من جملة العلماء كفضل من هو مفرد فرد لم يشرفه أحد ولم يلحق به أحد. ومن هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أساتذتي الكرام، إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تحية من القلب إلى إخواننا الأتراك الذين حملوا أمانة الدعوة والدولة، العبادة والقيادة، الحق والقوة في خلافة راشدة 13 قرنا. تحية إلى هذا الثرى الطيب، إلى العالم المفكر بديع الزمان سعيد النورسي لهذه الرسائل والمناظرات واللمعات والإخلاص والأخوة والإعجاز. هذه الموسوعة التي تركها ونحن اليوم في القاهرة في مصر الجديدة تعاونا مع تركيا نساهم في مزيد من إحياء هذا الفكر، أملا أن يكون قاعدة الانطلاق إلى وحدة إسلامية. هنا في آل لم يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آية كآي الذكر والتبيان، لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان، إلا كتاب الله فهو مقدس يحكي البقرة. هذا الإمام الجليل في رسائله ينافق ويرد افتراءات الظالمين، وانبرع يقدم بالدليل القاطع والبرهان الناصع على عظمة هذا الدين، وأن القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع. هذا مجلس مبارك لعله أن يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة. جاءت العالم الإسلامي من الصين إلى ساحل المحيط الأطلسي، وذلك هو السر فيما نردده نحن جميعا في مجالسنا: إننا أمة واحدة على مستوى الشعوب، فنحن بحمد الله ما زلنا أمة واحدة. ولكن إن المظاهر الواقعية لتجسيد هذه العلاقة الروحية الثقافية في أوضاع قائمة على الأرض وعلاقات اقتصادية توحد المصلحة. في المنوفية من يومين في جامعة المنوفية، إن ما نراه اليوم من رجب طيب أردوغان والحكومة التي هناك هي الثمرة هي أعلى شيء في الشجرة، ويجب ألا تشغلنا الثمرة عما قبلها عن الأوراق والأغصان والسيقان والجذور. فما نراه اليوم هو ثمرة ذلك الجهاد العظيم، الجهاد المعنوي في الداخل، عمل إيجابي بناء ومحافظة على الأمن. أما إذا جاء العدو من الخارج فهو الجهاد والاستشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.